بره يا كوكو، اطلع بره يا كوكو. الترند هيوصل حالا حالا يا جماعه. ولما نقول قررنا نطلع ترند، يعني الترند هنا عندنا وبس، يعني اختراع الكوسه هنا عندنا وبس. هتشوفوا كوسه ما شفتهاش عند حد ابدا، ودي هي الجديد عندنا. ما هو احنا الجديد عندنا الجديد شديد، ويا معلم اوصل معايا. اوعى تنسى الجديد يا جماعه، مقصوصه يا حبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. فكك من اي محشي ممكن يكون اتعمل عندي او عند غيري. البتنجان عادي، الفلفل عادي، البصل، محشي البصل بصوا عامل ازاي، حكايه وروايه. بصوا عامل ازاي. خليكي برضو في الترند، برضو احنا لسه ما وصلناش، خليكي اوصلي معايا. بسم الله الهادي يا رب. نحط هنا الترند الجامد ده. بصي الكوسايه عامله ازاي، طبعا كوسايه غير طبيعيه. بصوا بقى عندنا كده، هنجيب طبق دلوقتي ونشوف. هوبا، الكوسايه دي ما حدش عملها. الكوسايه دي ليها قصه رهيبه. عارفين يعني ايه قصه رهيبه؟ ما هي مش قصه ان انت تعملي محشي كوسه صغير، كل الناس عملت محشي الكوسه الصغير. بصي الجمال. هوبا، بصي بقى، ما حدش عمل الكوسايه دي، ما حدش عملك في مصر ابدا قبل منى زكريا. ليه يا جماعه؟ الكوسه دي على فكره الكبيره ليها قصه، وقصه كبيره جدا 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 عندي انا، مش عند حد تاني. ما قلتش. وخلي بالك اوعي تحطيها قدام حماتك، ما انصحكيش. ماشي، تعالوا بقى نشوف ايه حكايه الكوسايه دي. الله اكبر الله اكبر. رحتي فين؟ بصي بقى، حد عمل كوسايه بسم الله بالحجم ده قبل كده؟ حد عمل كوسايه محشي بالحجم ده قبل كده؟ الكوسه الكبيره دي ليها قصه، وقصه جامده جدا جدا جدا. هتتابعي معايا الفيديو للاخر هتعرفي ايه حكايه الكوسه الكبيره اللي اول مره حد يعملها في تاريخ البشريه كبيره بالطريقه دي. لا انا كنت التانية عليك يا مصر، ما اتعملتش غير في عيلتنا، واحده عملتها وانا تاني واحده. بس تعالوا نعرف ايه حكايه الكوسه ديت. تابعي الفيديو للاخر هتعرفي الجديد شديد. طيب تعالي نعمل كده. بسم الله الله اكبر. بس اوعي تفكري تحشيها لحمه مفرومه، ها. بصي تعالي نعمل كده. بصي بسم الله. الرز فيها طالع مفلفل مفلفل فلفل 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 فلفل، عدوك يحتار فيك. الله الله اكبر. بصوا بقى طعم الكوسه الرهيبه دي، انا مش قادره. انا مش عارفه اكل عشان سخنه. اوه انا عملت الكوسه دي مخصوص عشان احكي لكم قصتها، والله مخصوص عشان احكي لكم قصه الكوسه ديت، ما عشان اي حاجه. الترند هنا هيبقى ترند الكوسه، الترند عندنا وبس. منى زكريا الجديد شديد يا معلم. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا صنف جديد، ما يعتبرش صنف جديد بس بصراحه الضربه كانت ضربه قويه. يعني حد يجيب الكوسه دي؟ ده احنا هنعمل حته محشي يا بنت، ما حدش عمله. هما اتنين في العيله زي ما قلت لكم اللي عملوه، انا واخت ستي. اخت ستي ده انت قديمه قوي. والله زي ما بقول لكم كده. وكانت بتجيب الكوسه دي، وكانت الناس كلها محتاره فيها ان هي ازاي مين يعمل الكوسه دي. بس كان زمان قوي
قوي قوي قوي يعني، ما يغركوش يعني. الستات زمان كانت معمره مش زي دلوقتي يعني. وبسم الله ما شاء الله الحاجات دي كانت بتطلع منهم جميله والله يا بنات. المهم هنا زي ما انتم شايفين جبنا خضار، بصل بقى وعلى فلفل على بتنجان على طماطم على خضره على الكوسه الكبيره دي. انا شفت الكوسه الكبيره ديت والله انا عمري ما بجيبها، دي اول مره اجيبها يا جماعه والله. المهم شفتها في السوق افتكرت الموضوع دوت والله العظيم، وترحمت على جميع امواتنا كلهم بجد. كان الموضوع ايه يعني، احنا كنا بنشمئز منه، بس الموضوع كان يعني ما كناش نعرف ان هي جميله كده فعلا. عايزه اقول لك ان هي طعمها حلو قوي قوي قوي، بس ومع ذلك صعب قوي ان انت تعمليها قدام حد، دي بيتي يعني. ممكن لو حبيتي تعمليها قدام نفسك قدام عيالك قدام جوزك بس يعني ليكي يعني ماشي. المهم جبنا الكوسه ديت زي ما انتم شايفين كده يا بنات، بدانا ان احنا نقورها والله ما وحشه خالص. دي كانت مسكره، عارفه يعني ايه مسكره؟ مديه تسكيره، حته سكر، اللحمه من جوه طعمه جميل جدا جدا جدا. بصوا انا بقيس المقاوير عشان اشوف مين اللي هيوصل للاخر. والله كان الموضوع كبير فعلا يعني، ما عمريش قورتها قبل كده والله يعني، كانت صعبه قوي. حتى ان ممكن بالفرض ان حد جابها هي هيقسمها. لا لا لا، انا قررت ان انا اعملها كده يعني. المهم بدانا ان احنا نعمل التقليه بتاعتنا اللي هي الصلصه. فعملنا الصلصه بتاعتنا يا جماعه. جبنا بصلتين كبار كده، كام بصلايه كده رحنا عاملينهم، وحطينا سمنه بلد، وبدانا نقلب البصل بتاعنا علشان نعمل تخديعه الصلصه. معلش انا رحت منكم شويه. وهنا حطيت شويه كزبره مع البصل، بحب قوي احمرهم، بيدوا صلصه المحشي طعم تاني خالص خالص. وحطينا التوابل بقى بتاعتنا كزبره وكمون وبهارات يعني حاجه المحشي كلها حطيها عادي خالص مفيش اي مشكله، هي حاجه المحشي العاديه بتاعتنا ماشي. المهم جبنا صلصه الطماطم حطيناها. انا بحب اسبكها يا جماعه، في ناس بتحب ني في ني كده وتحطهم كده، بس انا بحب اسبكها صراحه. المهم كنت انا غاسله الرز ومجهزاه، وكانت الصلصه بتاعتنا اتسبكت زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها عليها وهنقلب تقليبه حلوه ونحشي المحشي بتاعنا. خلي بالك هي ما رسيتش طبعا على ان انا اعمل لهم الكوسه كده بس، لحسن كانوا يضربوني والله. ما انا مش عارفه رد فعلهم هيكون ايه، هل هم هيتعجبهم زي ما انا بصراحه عجبتني ومقرره ان انا اكلها، بس والله العظيم عايزه اقول لكم ان هي عجبتهم بالفعل. المهم اصلا ما كانتش كتيره يعني، بس هي الواحده منها واحده يعني انت فاهمه، ممكن تتقسم على 4. المهم حشينا الكوسه كده والبتنجان والفلفل زي ما انتم شايفين كده، وبدانا ان احنا نرصه ايه في الحله. والله العظيم الموضوع ده سبحان الله سبحان الله والله العظيم ما خد مننا وقت خالص، يمكن عشان الكوسه كبيره يا جماعه، يمكن حد يقول لي يعني. والفلفل كان صغير كده وجميل وشكله تحفه هو، والبتنجان صراحه يعني عوضوا المساله شويه يعني، غطوا على الليله. مع ان الليله ما اتغطاش عليها ولا حاجه، بس هو حاولت والله على قد ما اقدر. المهم بقى وكنت ايه انا طبعا ايه لفت لهم، كان عندي كرنب كده في الثلاجه بلدي، لفته لهم كده وظبطه لهم. بص بقى الجمال، بص الحلاوه، بص الطعامه، تورتايه والله تورتايه لفه كرنب يعني، مش اي حد يلفها يعني ماشي. تعالي بقى للمحشي بتاعنا كده، بص الله اكبر بسم الله ما شاء الله والله العظيم جميل جميل جميل. وكنت عملت لهم بصل طبعا، محشي البصل ده تحفه، بيبقى طعمه مسكر وحلو قوي كلنا بنحبه يعني ماشي. المهم زي ما انت شايفه الكوسه كده طالعه كده الله اكبر عليها، هي جميله جميله فعلا يعني. تعالوا بقى نقطعها كده ونجربها مع بعض، كانت طعمها فله فله. ولو وصلت معايا لحد الكوسه وهي بتتقطع كده وتتقسم على 4 افراد، حطي لي لايك وحطي لي شير، وقولي ان ده حصر عندك يا منى يا زكريا، وكل فيديوهاتك حصريه باذن الله. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.